تخبط الفلاسفة العقلانيون في فهمهم لشخصية يسوع المسيح. احنا يعني الحاجات دي هو نفس طبعة الكتاب، فاحنا بس نركز في الشرح بتاعنا. تخبط الفلاسفة العقلانيون في فهمهم لشخصية يسوع المسيح حتى أن الناقد نفسه تارة يعترف بألوهية المسيح وتارة أخرى ينكرها، أو بعد أن ينكر ألوهية المسيح يعود ويعترف بها بطريقة أو بأخرى. وأيضا بعض النقاد أنكروا شخصية يسوع التاريخ في الوقت الذي نجد فيه فيلسوفا يهوديا وهو باروخ سبينوزا سنة 1670 ميلادية يعترف بأن صوت يسوع هو صوت الله، ومع هذا يظل على يهوديته. يمكن الفترة اللي فاتت احنا عمالين